ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم اجتماعا التأمت خلاله مختلف القطاعات الوزارية الموقعة على اتفاقية إنجاز المشاريع التنموية بإقليم الحسيمة. اجتماع هدفه تكوين لجنة لتقييم النتائج وتتبعها على الصعيدين المحلي والمركزي، والتوقف عند مختلف الأوراش التي من شأنها تحقيق انتظارات الساكنة. وعن هذا الاجتماع أدلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالتصريح التالي: المجلس الوزاري الأخر لرئاسه جلالة الملك وجه فيه شي رسائل واضحة إلى الوزراء، إلى الحكومة، ولكن أيضا إلى عموم المواطنات والمواطنين. هذه الرسائل كتعني أنه خص الاهتمام بالتنمية في إقليم الحسيمة وكذلك في مجموع الأقاليم ديال المملكة. وشكل جلالة الملك واحد اللجنة عينها باش دير تقييم لجميع المشاريع المنجزة في إقليم الحسيمة، وأيضا حتى المنجزة في مناطق أخرى واللي فيها التأخر تحددوا وتحدد المسؤوليات، وغادي تتبع هذه اللجنة المحاسبة. أنا كنظن بأن التوجيهات ديال جلالة الملك في هذا المجلس الوزاري كتحدد واحد المرحلة جديدة في التعامل مع هذا الإشكال ومع هذا القضية اللي وقعت في مدينة الحسيمة أو في إقليم الحسيمة. وحنا في الحكومة كناخذوها على محمل الجد. حنا كنعتبروا هذه مرحلة جديدة، غادي نضاعفوا في العمل، غادي نزيدوا في الجهد باش ننفذوا هذيك المشاريع على أرض الواقع، نشوفوا المشاريع التنموية اللي في المصلحة ديال المواطنين، في الصحة، في التعليم، في التجهيز، في المرافق الاجتماعية وفي غيرها، جميع المشاريع. وفعلا حنا تعبئنا لهذا الشيء، وفعلا بدينا باش نعطيو واحد دفعة جديدة لهذه المشاريع التنموية في الإقليم. وأيضا البارح كان عندنا لقاء ديال الأغلبية باش نواكبوا هذه العملية سياسيا، وغدا إن شاء الله في مجلس الحكومة غادي تستأطر هذا الموضوع، غادي يكون عنده ثاني واحد الاهتمام خاص في مجلس الحكومة غدا إن شاء الله. علاش بديت بهذه الانطلاقة هذه؟ بغيت نقول هنا بأن احنا كنعطيو واحد الاهتمام كبير لهذا الموضوع أولا وقبل كل شيء. ثانيا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة باش على أرض الواقع ننجحوا التنفيذ ديال هذه المشاريع التنموية لمصلحة الساكنة. ثالثا وبغيت نعبر على الأسف ديالي والانشغال اللي كان عندنا كبير جدا على الأحداث اللي وقعت نهار الاثنين. حتى شي واحد ما يبغي لأي مواطن أيا كان، سواء كان من المحتجين وسواء كان من القوات العمومية، يوقع عليه شي ضرر ولا شي حاجة. وكنتأسفوا على الناس اللي تجرحوا في هذه الأحداث، سواء كانوا كما مرة أخرى سواء كانوا من المحتجين أو كانوا من القوات العمومية. ولذلك فأريد أن أوجه نداء إلى الساكنة باش نحاولوا ما أمكن نساعدوا باش ننجحوا هذه المرحلة، وخصوصا أن هناك اهتمام على أعلى مستوى في الدولة ننجحوها عن طريق توفير جو ديال الهدوء، جو ديال الاستقرار، باش ننجحوا المشاريع، باش نخدموا على الأرض، لأن هذه الخدمة ما يمكنش تكون إلا كان هذا الجو ديال الهدوء. وأيضا باش نقنعوا المستثمرين يجيو، لأن هاد المستثمرين هما اللي غادي يوفروا فرص الشغل، هما اللي غادي ينتجوا الثروة، اللي غادي يخدموا الناس، غادي يحركوا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم. فأنا هذا النداء ديالنا لإخواننا المواطنات والمواطنين بالإقليم. وبطبيعة الحال حنا في الحكومة كنعطيو الضمانة وكنتعاهدوا باش نرفعوا الوتيرة ديال الإنجاز ونعملوا برامج المشاريع تنزل على أرض الواقع، ويلقاو المواطنين الصدى ديالها ويلقاو المواطنين الفوائد ديالها عندهم محليا. وأيضا احنا أكدنا المختلف المسؤولين بما فيهم السيد وزير الداخلية على أن احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع المواطنين على الأرض ضروري، بل هو أولوية الأولويات، سواء كان في التعامل مع المواطنين عموما أو كان في التعامل مع الاحتجاجات. خصهم يضمنوا جميع الأمور أن تتم في إطار القانون. ولكن أيضا كاين جوج الأمور بغيت في الأخير نشير لهم. الأمر الأول هو أن احنا عندنا الثقة في القضاء ديالنا، وجلالة الملك عطى التوجيهات ديالو والتعليمات ديالو باش تكون الصرامة
في احترام ضمانات المحاكمة العادلة في أي محاكمة كانت إذا وجدت، وأيضا يكون هناك واحد التفاعل إيجابي وبسرعة للتفاعل مع أي مزاعم. أي واحد يعني قدم شي شكاية ديال التعرض ديال التعذيب خص فورا يكون التحقيق، ويكون التحقيق من قبل مختصين وأطباء شرعيين. إذن هذه النقطة الأولى مهمة. النقطة الثانية، احنا على يقين بأنه إذا تضافرت الجهود ديال الجميع وتعاوننا جميعا وفرنا واحد الجو ديال الثقة المتبادلة، ديال الهدوء، ديال الاستقرار إن شاء الله، فإن هذه الأجواء الإيجابية غادي تكون مبشرة بإذن الله، وغادي تجي انفراجات في مختلف الملفات المرتبطة بهذا الملف.